اليوم كنا حاضرين هنا في بروكسل في البرلمان الأوروبي، وكان عندنا لقاء مع نواب برلمانيين يعني أوروبيين، وكان الموضوع هو آخر تصريح اللي قاموا به، يعني اللي تكلموا فيه على داروا بعض الطلبات بكل قوة، ولكن احنا الجزائريين كبرلمانيين والبرلمان الجزائري بغرفتيه البرلمان العربي والبرلمان الإفريقي رد على البرلمان الأوروبي فيما يخص الموضوع. وكان هذا النقاش يعني بكل صراحة تبادلنا الآراء ووضحنا لهم الموضوع، وتكلموا على بعض المواضيع كحقوق الإنسان كالصحافة وحرية التعبير. وكنا هنا يعني في البرلمان وجاوبناهم كما ذكرنا في كل لقاء عدة مرات أن الجواب لازم يكون هنا في بلجيكا ولا في ستراسبور في البرلمان، وليس عبر الصحافة فقط، ولكن مقابلات يعني نستفيد منها، الجميع يستفيد منها، وخاصة أنه جاوبنا على الانشغالات الأوروبيين ووضحنا لهم الأمور. أن الجزائر اليوم سيدة وكانت سيدة، والجزائر منذ 2019 فيها تغييرات بتجديد المجتمع، يعني بمساهمة المجتمع المدني وبكل الانشاءات اللي دار السيد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون. واليوم جاوبناهم هنا في البرلمان الاوروبي، وحسينا يعني بلي كانوا ما عندهمش نظره حقيقيه على الجزائر. وقلت لهم دعيتهم يعني يتقدموا للجزائر، يجوا يزوروا الجزائر ويشوفوا التغييرات اللي صارت منذ قدوم السيد رئيس. الان البرلمانيين الاوروبيين يدركون مدى قوه الدبلوماسيه الجزائريه او الخارجيه الجزائريه على العموم. هم يعلمون بهذا الشيء، ولكن اليوم كانت فرصة بحضورنا هنا في البرلمان الأوروبي يعني تكون مقابلة مباشرة والجواب، وفي نفس الوقت طرحت لهم أسئلة، لأنه لما نتكلم على حقوق الإنسان نقدر نتكلموا على حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في فلسطين، وفي نفس الوقت نتكلموا على احترام القانون الدولي واحترام القانون بكل بساطة. لما نرى ماذا وقع في البرلمان اللي له موجود ورائي، يعني الرشوة مع الجار الغربي اللي قام برشوات، هذه كل مواضيع طرحناها حول يعني في الطاولة، وكانوا يعني حرجناهم بعض الأسئلة، وهذا هو الهدف اليوم. أولا نجاوبوا على ما قالوا النواب البرلمانيين الأوروبيين، وفي نفس الوقت وضعناهم يعني في مكانهم وفي الوضعية اللي هم يعيشوها حاليا. شكرا لك أستاذ.